بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم. في الحقيقه انا الفكره جت من ان عايز نوع من انواع الثقافه لكتير من الناس. الواحد بيحب العلم طبعا، ممارسه الرياضه دي حاجه جميله وحاجه كويسه جدا، لكن انا عايز اساعد ولي الامر او الاب او الام بمعنى اصح ان هم يبقى عندهم ابن او بنت يقدروا من خلال تجاربهم وشغلهم اللي هيعملوه معاهم ان هم يساعدوا المدرب ان ابنه يبقى كويس. انا بتكلم على حته ان انا لو اب وبعد التمرين روحت البيت اتفاجئت ان ابني ركبته او رجليه ورمه، اتصرف معاه ازاي؟ طب نفترض ان هو رايح التمرين وعلى لحم بطن من الصبح زي ما قلنا قبل كده، والمفروض انه ياكل قبل التمرين. ايه نوعيه الاكل اللي ياكلها؟ طب بعد التمرين المفروض ياكل ايه؟ طب ليله المباراه لو عنده مباراه بكره ياكل ايه وينام امتى؟ طب الريكفري المفروض يعمله ازاي؟ كل دي حاجات، ومنها كمان ان لو نفترض ان هو كسب بطوله وحسيت ان هو بدا يوصل لمرحله الغرور، او خسر بطوله وبدا يوصل لمرحله الانكسار، اطلعه من ده ازاي واطلعه من ده ازاي؟ حاجات كتيره جدا في استخدام التكنولوجيا، الموبايل اللي طول النهار في ايد ولادنا، تاثيرها ايه على العين وعلى الرقبه وعلى المخ وعلى الاعصاب وكمان على التركيز. طيب علاقاته بزمايله في الملعب وعلاقاته بمدربه، هل انا مدرب؟ هل انا حكم؟ هل انا محلل؟ لا، انا اب او ام بوجه ابني للصح وبجهزه عشان المدرب يبدا يشتغل معاه. لو حصل شد عضلي، لو حصل اي اصابه، لو حصل اي حاجه بره الملعب في عدم وجود المدرب او الدكتور او الى اخره، انا اتصرف معاه ازاي؟ احنا فكرنا في الفكره دي وقلنا هنعمل جزء من برنامج بتاعنا اللي هو برنامج 3 دقايق مع حموكشه، هنتكلم فيه من خلال متخصصين في الطب الرياضي، التأهيل والإسعافات الأولية وعلم النفس والتدريب الرياضي وأيضا التغذية. كل دي حاجات بإذن الله هنقدمها لكم علشان خاطر تقدروا تستفيدوا منها. فقط تابعونا عشان تعرفوا حاجات كتيرة جدا خاصة بالموضوع ده من خلال برنامجنا، برنامج 3 دقايق مع حموكشه. وبدون شك أنا بشكر الرعاة اللي موجودين معايا، أبو رسكان، لايف سبورت، وأيضا صيدلية جدو، وشكر خاص لكافيه بيكسي بالحي السادس. تابعونا على حموكشه سبورت تي في في كل وسائل التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا، على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى تويتر ولينكد ان وعلى التيك توك وكل وسائل التواصل الاجتماعي. كان معكم احمد حموكشه وبرنامج 3 دقايق مع حموكشه. شكرا لكم والى اللقاء. هذا البرنامج برعاية